يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الهنا والسعادة على عيون أحلى متابعين في الدنيا وأحلى أخوات في الدنيا. أنا ريهام أحمد ودي قناتي. لو لسه أول مرة بتشوفي قناتي تأكدي يا قلب أختك إن اشتراكك في قناتي هيفرق معايا جدا. هتزودي عيلتي البسيطة دي، أخت وصاحبة وصديق وكل حاجة، عيلة بسيطة كده هنكبرها مع بعض. فربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم أمين. من داخل مصر ومن خارج مصر، وجودكم كده وتشريفكم ليا بتشجيعكم ليا باشتراككم في قناتي على راسي من فوق، مشرفيني ومنوريني كده. وانتوا شرف ليا انكم تكونوا في حياتي اساسا. فربنا يديمكم نعم في حياتي، احلى اخوات واحلى اصحاب، ويديم علينا كده لمتنا وجمعتنا، اللهم امين. لو لسه مشتركتيش يا قلب اختك انزلي اشتركي من علامة الاشتراك اللي بتظهر لك تحت الفيديو. واهم حاجة فعلي زر الجرس على اشارات الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد، بوست جديد، لايف جديد على القناة يوصلك اشعار بيه كده. تدخلي تنوريني كده باحلى زغروطة كده، احلى لايك. وهستنى تعليقاتكم. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب كده في التعليقات. صلوا على النبي. خلاص بقى ايه، فيديوهات المصيف خلصناها ورجعنا من المصيف. قلت اعمل معاكم روتين كده نستعيد بيه قوتنا، ونستعيد بيه فيديوهاتنا الحلوة وروتيناتنا الحلوة. فطبعا طول ما احنا في المصيف طبعا هدوم لازم، اول ما بنيجي من المصيف لازم الروتين ده يتعمل. اللي هو بقى روتين بقى ايه، نشغل الغسالة كده ونغسل الهدمتين اللي كانوا معانا، على البيجامتين على العبايتين، وننضف الدنيا رك بقى. ما الواحد كده يغسل الهدوم الموجودة، تحسوا ان البيت رق كده وفاق، وبصوا بيبقى فل شمعة منورة. شغلت الغسالة بقى، وقلت اغسل بقى ايه الهدوم دي، بحيث بقى الواحد ما يبقاش وراه حاجة كده، واكون خلصت كل حاجة وراي. غسالة زي ما انتوا شايفين كده نص اوتوماتيك. فانا بغسل وبشطف، يعني بغسل في عين وبشطف وانشف في العين التانية. هتقولوا لي يا ريهام المفروض تشطفي بره. لا، انا بشطف بشغلها شطفة الاول، يعني دورة كاملة تشطف فيها. لفة كاملة يعني للشطف، وبعدين لفة كاملة كده بلفها تاني، تقوم ايه, منشفالي. بصوا هي المية لو هتلاحظوا ان المية على النشافة اهي، شايفين؟ يعني هي المية شغالة على النشاف. فبشطف فيها، وبعد كده ايه بقوم قافله الميه دي، وبعدين بشغل بقى النشافه كده ان هي تنشف تمام. اشيل بقى من الناحيه دي، احط في الناحيه دي. طبعا اللي هي الغسالات التانية اللي هي في اوتوماتيك، والاوتوماتيك كامله سهله، بحيث انك ما بتشيليش من هنا وتحطي هنا. بس مش عارف يعني، هي ساعه ما انا جيت اتجوز ماما اتحايلت عليا كتير ان هي تجيب لي واحده اللي هي فوق اوتوماتيك. وانا اللي مرضتش الصراحه، قلت لا انا عاوزه الاتنين نص يا بنتي يديكي يرضيكي. فقلت لها لا، ما كانش اساسا نص اوتوماتيك دي اتشهرت قوي، وكانت لسه حاجه نازله جديده كده ايام ما كنت بتجوز. فكنت ان انا ايه، لا انا عاوزه زي اختي وخلاص، ان هي واخده غسالتين نص اوتوماتيك، ابقى اخد انا غسالتين نص اوتوماتيك. واحده باظت وديت اللي فتحتها، بس دي مش عجباني خالص، لا في غسيل ولا صيانه ولا اي حاجه بصراحه. اول ما شغلتها كانت حلوة، اشتغلت مرتين تلاتة حلوة، وبعدين تحسوا كده ان هي في حاجة غلط فيها. كل غسلة بلاقي فيها عيب عن المرة اللي قبليها، بتوع الصيانة عن المرة اللي قبليها. هنا بقى شغلت خلاص النشافة، يعني الدورة زي ما قلت لكم كده. شطف الاول، وبعد كده ايه هلفها ان هي تنشف. وبعد كده بقى ايه، حطيت الهدوم، بعمل الهدوم حسب اتساخ الهدوم، انتوا فاهمين يعني. الدور بحاله يعني يبقى نضيف مع بعضه، نضيف بحطه مع بعضه، والوسخ شوية كده بحطه مع بعض. طلعت بقى هنا على السطح وقلت انشر بقى شوية الهدوم دول. شايفين الجو كان فيه نسمة هوا كده، شايفين الهوا عامل ازاي. قلت برضو ايه مش هستنى بالليل، بحيث ان انا لو استنيت بالليل هكون بقى ايه الشمس راحت ومش هينشفوا بسرعة. فانا بقول ايه اخد شوية الشمس دول، وبتاني يوم بقوم شايلهم على طول. هما مبيلحقوش اساسا، بحيث ان هما بيطلعوا اساسا متنشفين من الغسالة، ما بيحتاجوش. انتي بتنشري فين يا ريهام؟ عشان دي يعني يعتبر القناة الجديدة، وفي ناس كتير ما تعرفش. انا في الدور الاول، وده في الدور التالت، فبضطر ان انا اطلع الدور التالت عشان انشر فوق، لان ما عنديش بلكونه في الدور الاول. فبطلع كده انشر ايه على السطح، بحيث ان هو ايه يبقى في البلكونه وكده، ويتهوم ويشمس وكده. فاحنا عندنا دور تاني ودور تالت، فانا بطلع على الدور التالت على طول، بحيث ان هو ايه بيبقى جنبي مثلا طيور، بحط الطيور بالمره وانا فوق على السطح كده، يعني انتوا فاهمين.
فبقول بالمرة بقى وانا فوق كده اقوم ايه نشراهم، ما بياخدوش ساعة ساعتين بيقوموا ناشفين، واقوم لمهم تاني. هنشر بقى اهم حاجة. لو وصلت لهنا لحد هنا قلب اختك، فاكيد الفيديو عجبك كل 1%. لو الفيديو عجبك بقى متبخليش عليا باحلى لايك، مستنية لايكاتكم وتعليقاتكم وتشجيعاتكم ليا باشتراككم في قناتي. بجد بجد يعني انتوا فارقين معايا جدا. يلا بقى كده، عاوزين نقف في ظهر بعض كده، تقفوا في ظهري وتكملولي. عاوزة اكمل الشروط بتاعة اليوتيوب. يعني القناة التانية اللي هي الأولانية أنا كنت داخلة على 9000 مشترك، بس كنت حاسة ان هي ماشية يعني. هقول لكم ايه، شفتوا ماشية عاملة زي السلحفة؟ السلحفة بتمشي ازاي؟ هي أبطأ من السلحفة. مش عارفة ليه، كان فيها حاجة غلط. ليه بقى؟ عشان انا كنت شغالة على جروبات الأول، وكنت شارية مشاهدات فيها. فأنا مش حابة ان انا اعمل على دي اي حاجة، سايباها كده برضا ربنا كده، ببركة ربنا كده، ماشية زي ما تيجي تيجي. منين ما تتفعل تتفعل، منين ما احقق الشروط بتاعتها احققها. عارفة ان انتوا واقفين في ظهري، طول ما انتوا واقفين في ظهري كده عارفة ان احنا هنحقق الشروط في اقصر وقت ممكن. طبعا الفكرة ان انا اسيب قناة 9000 مشترك واجي على قناة لسه ما كملتش 200 مشترك صعبة. بس بعد، على فكرة انا خدت الخطوة دي بعد مجهود كبير او بعد تفكير كتير. فحاسة ان كده اريح لي، مش عارفة ليه. هتقولوا لي يا ريهام انت ما قلتش على القناة التانية ليه؟ انت عملتي قناة تانية. بصوا، في على القناة التانية اللي هي الأولانية دي، حاسة ان في ناس يعني داخلة فيها ان هي تشوف ريهام عملت ايه النهاردة وخلاص. انتوا فاهمين؟ يعني في ناس على قد ما بتحبني فيها، في ناس بتتمنى لي ان انا اقف كده محلك سر وانا عارفاهم، ولو عدتهم لكم يعني هعدهم لكم بالاسامي. انتوا فاهمين؟ فالناس اللي عرفت دول حاسه ان هما من ساعه ما عرفهم والقناه واقفه مش بتتحرك مكانها. لا، انا قلت ان انا اعمل دي واتكل على ربنا بقى وعليكم كده بعد ربنا، واسيبها كده زي ما هي ماشيه كده. القناه تكبر منين ما تكبر. لو ليا نصيب فيها ان انا اكل لقمه عيش منها هاكل، لو ماليش نصيب فيها هتلاقيها اتقفلت زي التانية. فانا سايباها واحده واحده. هتقولي لي مش هتنشري على التانية علشان متابعينك اللي بيحبوك يجولك على دي. هرجع اقول لكم ان على قد ما في ناس بتحبني عليها، على قد ما في ناس بحس ان هي مش بتحبني. ان الناس بيدخلوا كده يشوفوا الفيديو على اساس ان ريهام شفيق عملت ايه النهارده بس. يعني بيستخسروا يحطوا اللايك حتى بعد مشاهدتهم. ما بلاقيش لايكات. فبحس في نفسي بقى ان كبت في نفسي بقى. انتوا داخلين تشوفوا ريهام عملت ايه النهارده وكده. انتوا فاهمين؟ اكيد واضح لكم وجهة نظري ايه. فانا سايباها على ربنا. اللي يعرف ان انا فتحت قناة تانية يعرف، ما يعرفش ما يعرفش. طب هتنشرها على القناة التانية ولا لا؟ هيجي الوقت اللي انا هنشر فيه بعد ما القناة دي تقف على رجليها او تكبر، او يعني تشد حيلها شوية في المشاهدات، يعني في المشتركين. آه، سايباه على ربنا يعني. والوقت اللي هلاقيه ينفع ان انا انشر ان انا عملت قناة تانية على القناة يعني الاولانية، علشان متابعيني يجولي على دي، هنشر. ممكن الفيديو اللي جاي، ممكن الفيديو اللي بعده. وانا كده بحالات. فسبحان الله. عشان في ناس بس قايله لي ايه، يا ريهام انت قولي اللي على القناه التانية عشان متابعينك يجوا من على دول. انا عارفه ان انتوا بحثتوا عني وتعبتوا على لحد ما وصلتوا لي، عشان انتوا بتحبوني، عشان انتوا عارفين ان ريهام قلبها الطيب وتستاهل كل خير. فانتوا دورتوا عليا وحابيني وحابين قناتي وحابين انكم تبقوا موجودين معايا في حياتي. في ناس مش حابة، في ناس مش حابة اساسا ان ريهام تبقى عندها قناة. في ناس بتدخل تحسد ريهام على كل حاجة في حياتها، على كل عيشتها. هتقولي لي ما انت اللي يعني انت اللي طالعة وعلى الميديا، وانت اللي حابة انك تنشري حياتك، انك تبقي موجودة على الميديا وكل حد عارف عنك كل حاجة. هرجع اقول لكم، على قد ما في ناس بتحبني، على قد ما في ناس، اكيد في ناس يعني. انا من الناس اللي بحس من باللي قدامي، احس اللي قدامي ده بيحبني او بيكرهني او نظراته خبيثة بالنسبة لي. ففي ناس كتير خبثة بالنسبة لي انا على القناة التانية. انا مش عايزاهم، مش عاوزاهم يعرفوا ان انا عملت قناة دلوقتي خالص. مش عايزاهم يعرفوا ان انا خدت خطوة جديدة في حياتي غير لما ربنا يوفقني فيها. تمام. هنا بقى بعد ما نزلت بقى من عند الهدوم كده، او نشرت الهدوم وخلصتها ونزلت،
فقلت اخد السلمتين دول، القلبتين بتوع السلم اللي قدام باب الشقة دول بيبقوا مليانين تراب، وطبعا بقالهم فترة ما اتكنسوش اليومين اللي انا كنت فيهم بره، فقلت اخدهم كده كنسة كده حلوة. طبعا في يعني بير السلم او تحت السلم محتاج تظبيط، في حاجات محتاجة ان هي تطلع على السطح، وفي حاجات محتاجة ان هي تطلع على السلم من فوق، فده كله هيتظبط يعني بأمر الله. بس انا ما عملتوش النهارده الصراحة، لان في حاجات محتاجة ان مش انا اللي هشيلها، انتوا فاهميني. فطيارات بقى بتاعت احمد خلاص بدأنا الدروس بقى، هنلغي الحاجات دي كلها، فهشيل بقى على قد ما اقدر كده وانضف على قد ما اقدر النهارده، بحيث بس ايه تبقى دخلة السلم مش كركبة او كلها فوق بعضيها كده زي ما انتوا شايفين، كان محتاجة ان هي تتظبط يعني بمعنى اصح. فهكنس كده وامسح الدنيا واروق الدنيا على قد ما اقدر. اهم حاجة يا ست الكل، بعد كلامي ده كله يعني، وبعد ما وصلت لحد هنا في الفيديو، اكيد الفيديو عجبك، يا ريت يا ريت يا ريت ربنا يجبر بخاطرك، اللهم امين، وربنا يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، ويحقق لكم كل اللي بتحلموا بيه. لما تنزلوا كده تحطوا لي احلى لايك، هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم كده، وهستنى تشجيعكم ليا كده باشتراككم في قناتي، منوريني من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم في قناتي ده شرف ليا، وحتة كمان انكم داخلين كده انكم تيجوا بتتفرجوا على الفيديو وما تعرفوش ريهام، وتبقوا مشتركين كده وحابين انكم تشتركوا وتبقوا واقفين جنبي وفي ظهري، بجد ده شرف ليا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي ويجازيكم بكل خير، ويجبر خاطركم جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض، حقق لكم كل اللي بتحلموا بيه، اللهم امين. جيت بقى هنا، قلت بقى ايه امسح بقى الارضيه، فجبت الشفشق بقى وحطيت المنظف بتاعي في الشرشوب في الجردل بتاع الشرشوبه، واقوم مسحه بقى السلم كده. طبعا انا لما ببقى يعني مش بصور بيبقى راحة عن كده، يعني انا مثلا ما ببقاش لابسه العباية بتتبهدل مني من التصوير. هتقولي انت بتطلعي الشارع من غير عباية؟ لا، انا اما اجي اطلع الشارع او امسح القلبتين بتوع الشارع، السلمتين بتوع الشارع، بقوم لابسه العباية، انتوا فاهميني. بس الحوسه اللي انتوا شايفين ريهام فيها دي ما ببقاش كده خالص من ورا الكاميرا طبعا، وكلكم عارفين. لكن عشان التصوير بحب بقى ان انا ايه ابقى محترمة كده قدام الكاميرا، طبعا عشان المتابعين المحترمين يشوفوا حاجة ان هي يعني ايه ما ياخدوش سيئات عليها او انا اخد سيئات عليها. فبحب ان انا اطلع لكم بمظهر يليق بيكم او يليق بالقناة بتاعتي. فكده بقى جبت الشرشوبة والجردل. عاوزة اقول لكم ان انا بحب اوي المنطقة دي اللي هي في وش باب الشقة دي، وهي ممسوحة كده، تحسوا ان هي كده قايدة وبتلعلط بتطلع منورة. امسح برضو القلبة بتاعت السلم دي، بحيث بقى ان ايه الدنيا كده تكون راقت ونضفت من كله، ابقى غسلت ونشرت ونزلت بقى نضفت السلم، غير ان انا عملت اكل بامر الله هنزله لكم الفيديو اللي جاي. بصوا بفكر كده في حاجة بفكر فيها ان انا مخسرش القناة التانية اللي هي 9000 مشترك دي، او القناة الاولانية، وافضل هنا وافضل هنا، بحيث ان انا مثلا انزل لكم روتين هنا، انزل لكم الاكله بتاعت اليوم على القناه التانية، انتوا فاهمين. لو نزلت مثلا هنا الاكله، انزل لكم الروتين بتاع اليوم على القناه اللي هي الاولى دي. فانا لسه ما خدتش القرار الصح او السليم، او عرفت مش عارفه، انا محتاجه رايكم والله العظيم بجد، محتاجه رايكم، هل ان انا اكمل عليها خساره، او خلاص اركنها بقى على جنب، او ابيعها، او ايا كان هتصرف فيها ايه. بس مستحرمه ان انا ابيعها بعد التعب ده كله، بعد 3 سنين تعب وشقة وفيديوهات ومونتاج وسهر. وبصوا، عاوزه اقول لكم ان انتوا ما تستسهلوش خالص اليوتيوب، او الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها على اليوتيوب، بجد بياخد مجهود كبير جدا، بياخد تصوير، بياخد مونتاج، بياخد سهر، انك تسهري كده عشان تنزلي الفيديو في ميعاده، فبجد تعب. فانا مش عارفة لحد دلوقتي مش مكررة، بقالي دخلت دلوقتي على 3 اسابيع او دخلت على شهر اهو منزلتش على التانية حاجة. فانا مستحرمة ان هي يقف عليها الربح او حاجة زي كده. هتقولي لي بتربحي ايه عليها؟ اقول لكم سنتات يعني، ما بكملش دولار كل شهر، فانا قفلتها علشان كده صعب
يعني كانت حاجة صعبة. واللي يجنن بقى الواحد ان الناس كلها اللي حواليا مفكرة ان ريهام بتربح من القناة او بتقبض من القناة وعايشة حياتها من القناة، فده كان صعب بالنسبة لي وكان مؤثر على حياتي. كان في حسد على طول، كان في طاقة سلبية على طول في يومي. فانا حاسة ان انا من ساعة ما بعدت عن التانية، انا بكلمكم بكل صراحة، وانا ارتحت نفسيا كده ونفسيتي مرتاحة، مش عارفة ليه. هل بقى دي عين كنت واخداها في قناة تانية؟ مش عارفة والله العظيم. طبعا العين بيقولوا ان العين عليكم اعلان حق او حاجة زي كده. فمش عارفة الصراحة هو في ايه في القناة التانية. يعني حتى لما بنزل فيديو عليها احس ان انا كده مخنوقة، اجي اصور عشان انزل عليها، انا مش حابة ان انا اصور، مش حابة ان انا انزل عليها فيديو. ببقى احس بطاقة سلبية كده ان انا مستنية المشاهدات كده من الفيديو وزهقانة. انما دي برمي الفيديو كده منين ما يجيب مشاهدات يجيب الصراحة. وبس كده همسح بقى الارضية كده بره السلم، بحيث ان الدنيا تبقى نشفت. وكمان بنشف السلمتين اللي بره دول زيادة، علشان طبعا ده منه للشارع، فاللي يدخل يبهدل الدنيا، يلبخ الدنيا بقى ويبهدلها وكده. وبس كده كان ده روتين بتاعي النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم كده، تكونوا حطيتولي احلى لايك. هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم. ولو لسه مشتركتوش بالقناه يلا انزلوا بسرعه اشتركوا وزودوا عيلتي البسيطه دي. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. احلى اخوات وصحاب في الدنيا. استنوني في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله.